الراجل في عيون المرأة بتشوفه نوعين، نوع بقى بتبقى شايفاه أو بتعتبره أخ أو زميل أو حتى صديق. ده بقى بيكون نوع. النوع التاني بقى هي بتبقى شايفاه مختلف شوية عن دول، لأنها شايفة أو حاسة إن الراجل ده معجب بيها مثلا، وبتقول كده علشان اهتمامه أو نظراته حتى ليها، وأكيد طبعا هي كمان معجبة بيه وبساطته في كل شيء ووضوحه. والحاجات البسيطة دي بتخلي الواحدة بتعتبر الراجل ده مختلف عن غيره، وبتبقى شايفاه بقى إن الراجل ده مناسب ليها بإن يكون شريك حياتها المستقبلي. تمام كده؟ يلا بقى بينا علاقة الراجل بالمرأة عموما كده، ده موضوع يهم كتير مننا، وده ببساطة لأن الاتنين بيكملوا بعض في الحياة. ودي بقى حكمة ربنا في الأرض، إنهم يبقوا يعني زوج وزوجة. تعالوا ندخل في الموضوع على طول ونعرف مين هما التلات أنواع دول اللي بيعجبوا بقى بالمرأة بس في السر، يعني بشكل مش معلن ليها. أول نوع هنا الراجل الرومانسي الخجول، والنوع ده من الرجالة بيفكر في أي كلمة قبل ما بيقولها، نظراته ليكي بتكون من بعيد لبعيد بشكل خاطف كده. ده غير كمان انه بيكون انسان هادي، وبيحاول بقى انه يكون انسان مختلف في المكان اللي انت موجودة فيه. بيحاول كمان انه يرضيكي باي شكل، علشان كده بيفضل انه يعبر عن مشاعره بطرق مش واضحة ليكي، وفي الغالب كده بيفضل انه يحتفظ بمشاعره لنفسه. مهم جدا طبعا انك تعرفي العلامات اللي تقول للراجل ده هو النوع ده، والعلامات هي نظراته الخاطفة زي ما لسه قايل، خجله الدائم وهو بيتكلم معاكي، وخجله بيبان عن طريق وشه. بيحاول ان يتكلم معاكي او يفتح معاكي مواضيع في اي شيء، والهدف هنا علشان يتكلم معاكي. بيقلد حركاتك او طريقة كلامك، دايما نظراته ليكي بتكون باهتمام. في بعض العلامات السريعة كده. ندخل بقى في النوع التاني، الراجل المتحكم. ده اكيد بيكون باين من افعاله عن طريق ان هو عنده القدرة في السيطرة، بيحب ان يكون مسيطر دايما. والنوع ده بقى بيحب المرأة القوية اللي واثقة من نفسها والمستقلة بذاتها، واعجابه او انجذابه ليها ما بيكونش معلن، اعجاب برضه في السر، لان هو من وجهة نظره بيشوف ان النقطة دي هي تحدي كبير بالنسبة له. نيجي نشوف كده العلامات اللي تقول لنا الراجل ده او النوع ده. بيحاول لو هو بيتكلم معاكي تحس كده انه عايز يعزلك عن العالم بتاعك، يعني معارفك واصدقائك واسرتك والكلام ده. دايما بيحاول او يسعى لده. غيرته عليكي غيرة مش منطقية، دايما بقى بيهددك بالانسحاب من العلاقة، شايف طول الوقت ان هو الصح وكله غلط. ده غير كمان انه دايما بيلومك حتى على ابسط الامور. دي بعض العلامات السريعة. ندخل بقى على النوع الثالث، الراجل الغامض. راجل غامض كده وجذاب، الاتنين في نفس الوقت، وبيجذب المرأة بقى عن طريق كلامه الكويس، اسلوبه كده جذاب يعني. والنوع ده من الرجالة بيصير اعجابه بالمرأة اللي هي بتصير دايما فضوله واللي بتتحداه. هو شايف ان بالنسبة له الموضوع ده تحدي. شوف العلامات كده اللي بتقول لنا النوع ده. الراجل ده بيكون قليل الكلام، ما بيحكيش اي شيء عنه، بس بيكون راجل واثق من نفسه جدا، راجل ذكي جدا. دي كده بعض العلامات. انا لسه هنا ما خلصتش، هقولك بقى 9 حاجات مهمين جدا انك تركزي فيهم جدا عند اختيارك لشريك حياتك. رقم 1، الراجل اللي تلاقي ما بينك وما بينه حاجات كتير مشتركة، والحاجة دي مهمة علشان حياتكم بعدين تكون سهلة وبسيطة. الحاجة التانية، الراجل اللي عنده عاطفة اكتر من الذكاء. طبعا الذكاء مطلوب، ولكن العاطفة دي علشان يكون انسان بيتعامل معاكي كده كويس جدا. الحاجة التالتة بقى، الراجل اللي بيشجعك دايما بانك تكوني كويسة، انه بيكون فخور بيكي كمان. الحاجة الرابعة، الراجل اللي مؤمن بأحلامك حتى لو كانت من وجهة نظره انها سخيفة. الحاجة الخامسة، الراجل اللي بيثق في قدراتك. 6، الراجل اللي هو بيكون في اوقات المعلم بتاعك. 7، الراجل اللي بيقدر رأيك وبيحترمه. 8، الراجل اللي شايفك دايما جميلة حتى لو كنت في أسوأ حالاتك. 9، الراجل اللي بيتقبل عيوبك. وأهم من كل ده، راجل هيتقي الله فيك وابن حلال وابن ناس. وبكده بقى أكون خلصت. أشوفكم على خير إن شاء الله.